عمرو مين يدفع اكتر؟ زعلان زعلان. ليه يا عمرو زعلان؟ ليه يا حبيبي؟ زعلان على مدرسة في مصر طلعت صور للطابور الصباحي، فلما طلعت الصور شوفوا البنات ايش لابسين في هذا الطابور. شوفوا بنات مصر. لما اقول لكم انا شرفاء مصر، لما اقول ان مصر الحمد لله رب العالمين فيها الشرف وفيها الخير، ففيها الشرف وفيها الخير. فشوفوا هذا المنظر، زعل مين؟ ضايق مين؟ ضايق الخولات. الحجاب والزي المحتشم يضايق القوادين. دائما يجوني ناس يقولون عايز انت ليش تقول قواد؟ قواد يا حبيبي، ما في. شوفوا ايضا هذه صورة ثانية للبنات الشريفات العفيفات المصريات الحقيقيات في هذه المدرسة، قاعدين في حالهم ولابسين لبس بكل أدب واحترام. لكن طبعا الإنسان الخول، الإنسان في كثير ناس من أهلنا في المغرب وفي الجزائر يقول لك ايش معنى الخول؟ الخول يعني زامل نعم. فالناس الزوامل والخولات والمعرصين يعني سبحان يباقبق لما يشوف العفة والشرف. لو أحلى شيء واحد يجيني يقول عبد العزيز أنت ليش مؤدب مع قطر ومؤدب مع بعض الناس وتتكلم بشدة وبعنف مع الخول والقواد واللي حارب الله ورسوله والإسلام واللي أجندته حرب على الإسلام؟ هذا لازم نعطيه بالجزمة. تفهمون الدين عدل ولا لا؟ المحترم كلمة باحترام. فهذا طلع في حلقة يقول لكم كلامي ما له علاقة بالحجاب. وما اللي علاقة بإيه يا عمر؟ ليه علاقة بإيه يا عمر؟ فيقول لكم كل واحد حر في لبسه. أنا قاعد أنقل لكم الكلام اللي قاله. زين ما دام كل واحد حر في لبسه، بواسيرك منفوخة ليه؟ على الشرف يا عمر. لا، هو يقول لك أنا ما لي علاقة في الحجاب، لكن السودة ليه؟ ليش السواد؟ وبعدين يقول لكم إن اللبس هذا اللي لابسينه البنات مش من ثقافة مصر. نعم مش من ثقافة مصر. أنا أرد عليك يا عمر وبقول لك حاجة، نعم اللبس هذا مش من ثقافة قوادين مصر اللي زيك وخولات ومعرسين مصر اللي زيك. هذا اللبس من ثقافة شرفاء مصر وأكرام مصر والناس المتدينين اللي يخافون الله ورسوله. أنت عارف ثقافة خولات مصر اللي زيك إيه؟ أنت زعلان يا عمر على هاللبس. طيب أنا حوريك صورة. أنتوا تدرون هذا عمرو النجس يحب إيش؟ أم بطانة. نعم البطانة اترفعت يا عمرو. اترفعت. هذا اللي يحب الخول المدعو عمرو من يدفع أكثر. هذه ثقافة مصر. أستحلفكم بالله أعزائي المشاهدين، هذه ثقافة مصر. نعم الأنجاس اللي مثله يحترمون هالأشكال، يحترمون العاهرات. قاتلك الله يا نجس. أنت لو فيك خير يا معفن يا قزمة يا صرمة يا للمصريين الشرفاء بريئين من أشكالك، لو أنت فيك رجولة وذرة رجولة وذرة غيرة يا ديوث يا معرس، ما كنت استضفت هالإنسانة تبرر أن خلفيتها ظهرت في مهرجان الجونة. تفي عليكم على شكلك. سبحان الله، يعني بواسيرك اتنفخت لما شفت شريفات مصر قاعدين في الطابور. أنت مزعلك إيه اللي مزعلك؟ مش أنت بتقول اللي يلبس كل واحد حر يلبس إيه؟ طب أنت زعلان ليه؟ أنت عارف ليش زعلان؟ لأنك تكره الإسلام قاتلك الله، تكره العفة وتكره الشرف وبتحب الشرمطة وبتحب العهر والفجور أنت وأشكالك والرئيس بتاعك. لو أنتم فيكم خير ما دعمتوا مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة ومهرجانات العري والفسق والفجور. قال لك وأحلى حاجة يقول لك ده شكل مصريات.
يقول لك يعني مستغرب، يقول لك ده شكل مصريات. انا بقول لك لا لا، مش ده مش شكل مصريات. في ايش؟ في قاموسك يا نجس. هذول هم المصريات الحقيقيات. وبيقول لك ده شكل مصريات. انا بقول لك انت بتحب المصريات ازاي؟ هذول المصريات اللي انت تحبهم. شوف المصريات اخواني الكرام اللي هو بيقصدهم، اللي هو يحبهم، هذول الاشكال اللي يظهرون في مهرجان القاهره ومهرجان الجونه. قاتلك الله يا معفن. دول اللي بتحترمهم؟ هذول اللي تحترمهم يا خول؟ قاتلك الله يا نجس. مش عاجبه ان البنات لابسين عبايات ومحجبات وشريفات. اللي يقول لك لا انا مش ضد الحشمه، لكن السواد ده يعني ايش اللي نافق بواسيرك في السواد؟ امال لو رحت المملكه العربيه السعوديه ورحت قطر ورحت الدول الخليجيه وشفت الخليجيات المحترمات اللي معظمهم لابسين اسود، هيحصل فيك ايه؟ يا خول يا قواد؟ قاتلك الله. لا يعني ما حدش يفهمني غلط، انا ما اقصدش الحجاب. وانا بتقصد ايه؟ زعلان على العاهرات مهرجان الجونه؟ هذا اللي انت تريده في مصر؟ قاتلك الله يا معفن. حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لك الاسود ده مش بتاعنا. اكيد انت عارف الاسود اللي بيعجبك ايه يا عمرو؟ الاسود ده. شوفوا اعزائي المشاهدين، شوفوا هذه الفنانه لابسه في مهرجان الجونه. انت بيعجبك الاسود ده؟ انت مش تقول الاسود مش بتاعنا؟ امال ده بتاع مين؟ يا نجس يا خول يا معرس. قاتلكم الله. يا كثر كرهكم وحقدكم على الاسلام وعلى الشرف وعلى العفه. حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الاسود اللي بيعجبك؟ ده الاسود اللي بيعجبك يا خول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. واحلى حاجه ايش يقول لك؟ الا اجد فيكم شخصا رشيدا. طبعا هذول انت الحمد لله رب العالمين فيهم رجوله وفيهم عفه وفيهم شرف. لكن هذا السؤال الا اجد فيكم وبعدين الايه غلط. انت بتعرف القران اصلا. الا اجد فيكم شخصا رشيدا دي قولها للقوادين تبعون مهرجان الجونه، لان فعلا ما فيهم رشيد، ما فيهم رجل. هذول اللي ينظمون المهرجانات والدعاره في السينما المصريه والدعاره في المسلسلات، روح وجه لهم هذا الكلام، لان اصلا هم ما فيهم رجل رشيد. هم اصلا عباره عن كوكبه وشله من الخولات والمعرصين، ما فيهم رجل رشيد. هذا ده ايه؟ حريه يا عمرو. انما هذا لا، ده تطرف، ده اسود. ايش يقول اخواني الا اجد فيكم شخصا رشيدا؟ هذول ابهاتهم وامهاتهم ينحطون على الراس، جزمهم على دماغك وعلى صلعتك يا خول. يقول لك هذول ما فيهم رجل رشيد؟ قاتلك الله. ده شكل مصريات. نعم، هذول المصريات العفيفات. انما هالانجاس يا معفن هذول شلتك انت يا خول، شلتك انت وحزبك. ام بطانه يا خول. هذول اللي انت تفتخر فيهم. قاتلك الله. اللي مزعلك في الشرف وفي العفه يلبسوا اللي هم يلبسوا، انت مالك؟ انا اقول لكم اخواني الكرام، فعلا هذا الاعلام النجس اللي مصر بريئه منه. والله اخواني الكرام، لما الموضوع يكون فيه حجاب وشرف وعفه تنتفخ بواسيرهم وقرونهم تطلع. لما واحده تتعرى يدافعون عنها، يدافعون عن العري. قاتلكم الله يا كلاب. الأحلى حاجة يقول لك آخر حاجة، المدرسة مين يقودها؟ المدرسة دي مين بيقودها؟ أنا بقى حاب أقول لك إن المدرسة اللي يقودها رجل الحمد لله رب العالمين ينحط على الراس. انما مهرجانات الجونه ومهرجانات القاهره السينمائي، انا حاب اسالك سؤال. مش انت بتقول المدرسه مين بيقودها؟ انا بقول لك المهرجان ده مين قودها؟ عارف ولا مش عارف؟ المهرجانات دي مين قودها يا قواد؟ قاتلك الله يا معفن. وبعدين اخر حاجه يقول من انتم؟ انا اقول لك من انتم. هذول من انتم؟
هذول شريفات مصر، أمهات مصر، أحرار مصر، هذول اللي مصر تفتخر فيهم. لكن أنا أسألك أنت، من أنتم؟ أنت عارف من أنتم؟ أنتم الخولات والمعرصين والديوثين والخنازير والقوادين على الشراميط. قاتلك الله، ما أقبحك يا نجس. والله أنت عارف لو الأمر بيدي والله لحط الجزمة في فمك على الهواء مباشرة، أجيب جزمتي اللي هي أشرف من وجهك وحطها في بؤك العفن على الهواء مباشرة. بإذن الله سبحانه وتعالى تطهر مصر من أشكالك يا نجس، يا قرد، يا خنزير. قاتلكم الله. وصلت الرسالة أعزائي المشاهدين، وصلت الرسالة. وفي ناس يقول لك ما تتدخلش، اتدخل غصبا عنك يا خول يا معفن. هذه مش مصر، هذه بيئة عفنة نجسة، وهؤلاء سرطان لابد أن يزال من جسد مصر. مصر شريفة طول حياتها، لكن سبحان الله لم تتشوه سمعة مصر إلا بعد الضباط الأشرار والثورة اللي جاءت لتحويل مصر إلى دولة للأسف منهارة في جميع المجالات. قاتلكم الله، ما أقبحكم. قال من أنتم؟ أنت اللي من أنت يا خول. أتمنى الرسالة تكون وصلت.